شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعني يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. ميعادنا النهاردة مع الجزء الأول من سلسلة اي بي مان. البلد دي بتكون بلد هادية وأهلها بيمارسوا الفنون القتالية، وبتكون هي هوايتهم وبتكون هي التسلية اللي بيتسلوا بيها، لحد ما بتتشهر البلد دي إنها الأولى في الفنون القتالية، وطبعا اللي بيكون فيها مدارس كتير لتعليم الفنون القتالية. وبنشوف طيارة ورق بتقع على سور واحد اسمه اي بي مان، واللي راح للمعلم ليو البيت بتاعه بيقول له أنا معلم فنون قتالية، واللي بيقول للمعلم اي بي مان أنا عندي أسلوب جديد في الفنون القتالية وعايز أجربه معاك النهاردة. فالمعلم اي بي مان بيقول له الوقت مش مناسب دلوقتي، بس ليو كان مصمم انه يتدرب مع المعلم اي بي مان، وقال له ان محدش هيعرف اللي حصل بينا ومحدش هيعرف مين اللي فاز. المعلم اي بي مان طبعا سمع ليو وضحك من كلامه وقال له الموضوع مش كده، احنا دلوقتي بنفطر. قال له خلاص انا ممكن استناك. فطبعا المعلم اي بي مان فعزم عليه بالفطار، وبيبان على زوجة المعلم اي بي مان تشينج انها مش مبسوطة من زيارة الراجل ده. طبعا خلصوا فطار وقعدوا يشربوا الشاي، فتشينج بتبص للمعلم اي بي فقال لها ما تقلقيش احنا مش هناخد وقت طويل، وقال للخادم بتاعه لو سمحت اقفل الباب. وبنشوف على السور شاب واللي اسمه يوان اللي راح يجيب الطياره الورق بتاعته اللي وقعت على سور بيت المعلم اي بي مان. بالصدفه وهو بيجيب الطياره بيشوف المعلم ليو والمعلم اي بي وهم بيتقاتلوا في بيته، وبدا القتال بين ليو وبين المعلم اي بي، وكان التفوق طبعا لاي بي مان. وكل ما اي بي يضرب المعلم ليو يقوم له تاني ويحاول انه يتقاتل معاه، لكن المعلم اي بي كان سريع جدا وبيسدد له لكمات كتيره جدا في وقت قصير قوي. وكل ما ينضرب المعلم ليو يحاول يقاتل ويدافع عن نفسه ويرجع يتقاتل تاني مع المعلم اي بي. في النهايه المعلم اي بي بيضربه ويوقعه على الارض، وبكده يكون فاز المعلم اي بي على المعلم ليو. فقال له يا ريت محدش يعرف الكلام اللي حصل بينا ده، ويا ريت محدش برضه يعرف مين اللي فاز. فقال له ما تقلقش اللي حصل هنا ومش هيخرج بره، ده سر بيننا وبين بعض. بنشوف يوان اللي كان بيجيب الطياره بتاعته الورق وهو بيحكي لكل الناس في السوق عن اللي حصل، وان المعلم اي بي هزم المعلم ليو، فضحه يعني. بنشوف لين اخو يوان وهو واقف في المحل بتاعه وبيبص لقى الطياره الورق بتاعت اخوه، فبيبقى متضايق من اخوه لانه مقضيها لعب وما بيشتغلش معاه في المحل. وبيوصل المعلم اي بي عشان يقابل صاحبه شوان في المطعم اللي في السوق، ولما لين دخل يحط لهم الاكل قال له على القتال اللي حصل بينه وبين المعلم ليو انه فاز عليه وهزمه. طبعا استغرب المعلم اي بي وقال له مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له اخويا يوان ده واقف بره وعمال يحكي. بنروح لمدرسه المعلم ليو بنشوف واحد من طلابه وبيقول له احنا سمعنا ان المعلم اي بي هزمك، الكلام ده صحيح؟ فقال له مين اللي قال لك الكلام ده؟ فقال له يوان. بنشوف تشوان وهو بيعرض على المعلم اي بي مان انه يشاركه في مصنع ملابس. بيروح بسرعه المعلم ليو وبيمسك يوان وبيقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مين اللي قال لك ان انا اتهزمت من المعلم اي بي؟ انت كده بتشوه سمعتي. طبعا بيجي لين اخو يوان وبيكون طالب في مدرسه المعلم ليو وبيقول له ايه اللي حصل. فيوان بيقول انا ما بقولش غير الحقيقه، فعلا المعلم اي بي هزم المعلم ليو، ولو مش مصدقيني المعلم اي بي جوه اهو تعالوا نسال ونشوف ان الكلام ده حصل فعلا ولا لا. فلين بيقول له يوان ما ينفعش كده، انت لازم تعتذر للمعلم ليو. قال له اعتذر له ليه؟ ده انا ما بحكيش حاجه، انا بكذب فيها، الكلام ده فعلا حصل. فعلا طلع يوان للمعلم اي بي وساله وقال له انت مش فعلا هزمت المعلم ليو؟ لين طبعا بيزعل من اخوه يوان وبيسحبه بره وبيقول له يا ابني ما ينفعش كده. فيوان قال لين انا مش بكذب، فعلا ده حصل. فلين قال ليوان حتى لو حصل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نقوله ونفضح الناس كده ونبعتر كرامتهم في الارض. طبعا يوان بيزعل وبيتضايق وبيسيبهم وبيمشي. بيوصل في الوقت ده الشرطي ليه لان الناس متجمهره وناس كتيره قوي، وقال لهم انا بحذركم لان لو اي حد فيكم عمل مشكله انا هاخده معايا. انتوا لسه عمالين تتقاتلوا كده وتتكلموا عن الفنون القتاليه، الموضوع اتطور يا جماعه وبقى فيه سلاح دلوقتي. المعلم اي بي ما عجبوش الكلام فوقع الخزنه من المسدس، فالشرطي ليه بقى مش مصدق نفسه. فالمعلم اي بي لم له الرصاص بتاع المسدس وقال له احنا مش بنتقاتل علشان نتقاتل، احنا بنتقاتل عشان نتسلى بالفنون القتاليه، ودي احنا بنعتبرها مجرد تسليه، ويا ريت ما تقللش من شأن الفنون القتاليه، ويا ريت ما تشهرش سلاحك تاني في وش اي حد. وقال لين يا ريت تقعدوا وتشربوا حاجه. وبيرجع المعلم اي بي لتشوان مره تانية عشان يديله فلوس عشان يشاركوا في المصنع. قال له بس انت اشتغل وانا ماليش في الموضوع ده اصلا، اشتغل بعيد عني، انت عارف ان انا مش محتاج فلوس، انت خد الفلوس دي وابدا بيها. وتشوان سأل
المعلم اي بي انه يعلم ابنه الفنون القتاليه قبل ما يمشي. بيرجع لين المعلم اي بي وتشوان وهم واقفين وبيقول له انا عندي كام حركه كده يا معلم عايز اجربهم معاك. قال له ماشي انا موافق. طيب اخباري وانا اخوك ايه؟ فرد على المعلم اي بي وقال له من ساعه ما مشي انا ما شفتوش تاني، بس عموما هو لو احتاج فلوس هيرجع تاني. بدأ لين يجرب حركاته مع المعلم اي بي، وما ننساش ان لين كان طالب من طلاب المعلم ليو اللي المعلم اي بي هزمه من شويه. بنشوف تشينج مرات المعلم اي بي وهي بتقول لابنه خد الرسمه اللي انت رسمتها دي وروح وريها لبابا. ابنه بيحاول يوري له الرسمه بس المعلم اي بي مشغول وبيقول له بعدين. ولما المعلم اي بي هزم لين وقعه على الارض، فواحد من الناس اللي واقفين بيتفرجوا بيقول له يا ريت تعيد تاني. فتشينج طبعا اتضايقت من اللي حصل وان هو مش مهتم بابنه، والناس ملمومه وقالت لهم هو انتوا ما وراكوش غير القتال وبس. فطبعا الناس بتتحرج وبتمشي، وبيعتذر تشوان وبيعتذر لين وبيسيبوا المعلم اي بي وبيمشوا. فرجع لتشينج وقال لها في ايه؟ فقالت له ابنك رسم رسمه ابقى بص عليها، ويا ريت يعني تبقى تهتم بابنك شويه بدل ما انت مهتم بس بالفنون القتاليه. وبتسيبه وبتدخل جوه البيت. بيبص المعلم اي بي على الرسمه بتاعت ابنه، لقاه رسمه وهو بيمارس الفنون القتاليه. تاني يوم الصبح بيجي شويه قرويين كده للبلده وبيدوروا على مدارس الفنون القتاليه. بيوصلوا فعلا للمكان اللي كل معلم بيبقى فاتح مدرسه بيعلم فيها تلاميذه. وبيقابل واحد من المعلمين وبيقول له مين المعلم هنا؟ قال له انا. فقال له انا جيت البلد دي لان عرفت انها الاولى في الفنون القتاليه، وانا جاي البلد دي عشان اتحدى المعلمين اللي موجودين هنا. فالمعلم بص له بسخريه وقال له تعالى يا حبيبي كده. بالفعل بيبدا القتال بينهم وبين بعض، وبنشوف جين وهو ماسك المعلم وروق عليه. المعلم بيحاول يقاوم جين بس جين بيبقى قوي جدا. المعلم كبير في السن وجين شباب واستاذ في الفنون القتاليه، لحد ما جين في النهايه بيقدر يضرب المعلم ده وبيديله في وشه وبيديله الضربه القاضيه في وشه وبيهزمه. خلص على الاولاني ده وبياخد بعضه وبيروح على المعلم التاني اللي جنبه وبيبدا يمسك السلاح. وبدا القتال بين المعلم التاني وبين جين بالسلاح، وبنشوف ان جين متفوق جدا على المعلم التاني وبيقدر جين يتغلب عليه، وما بيفضلش كده غير المعلم ليه. بنروح لبيت المعلم اي بي وبنشوفه هو لسه صاحي من النوم، وبنشوفه هو قاعد مع مراته تشينج وابنه وهو بيحاول يصالحه، وبنشوف ابنه هو زعلان منه. لين في اللحظه دي بيوصل وبيحاول يشاور للمعلم اي بي وبيقول له عاوزك، بس هو بيبقى خايف طبعا عشان هو قاعد بيصالح في تشينج وابنه، وبيقول له بعدين لسه بدري مش دلوقتي. فلين بيقول له انا بس عايز اقول لك على حاجه وهمشي على طول. فلين فعلا قال للمعلم اي بي ان فيه شويه قرويين جم البلده وهزموا كل المعلمين، ولازم انك تشوف الموضوع ده وتحله. وبيسيبه لين وبيمشي. بنرجع تاني لجين وهو بيتقاتل مع المعلم ليو، وبتكون قوتهم متقاربه شويه كده من بعض، وكل المعلمين واقفين ورا ليو بيقولوا يا ريت تاخد حقنا وتضرب الواد ده. وطبعا بيبقى التفوق لجين زي ما قلنا لانه شباب وعنده اسلوب جديد في الفنون القتاليه، وبالفعل قدر يهزم المعلم ليو. جين خد مجموعه القرويين اللي معاه وراحوا المطعم ياكلوا، وعمال يقول لهم ايه البلد دي مشهوره بالفنون القتاليه، انا ما لقيتش حد اصلا يقف قصاد، فلازم يا جماعه نعمل مدرسه لينا. فالراجل صاحب المطعم سمعهم وقال لهم انت عشان غلبتوا 2-3 من المعلمين دول فاكرين ان انتوا يعني بقيتوا اقوياء؟ دور على المعلم اي بي وحاول تهزمه. بنشوف المعلم اي بي وهو قاعد في بيته وابنه الصغير عمال يلعب بالعجله، واللي بيشوف جين والمجموعه اللي معاه وهو داخل البيت وبيكسر الباب. وقفله المعلم اي بي وقال له انت جاي هنا عشان تتحداني وجايب الناس دي كلها تتفرج صح؟ فجين قال له انا هزمت كل المعلمين اللي موجودين في البلد، فاضل انت ولازم اهزمك عشان ابدا افتح مدرستي. فالمعلم اي بي قال المفروض انك ما تجيش تقاتلني في البيت هنا، ده بيت وله اصول وتقاليد، دور على مكان افتح فيه مدرسه وابعد عني يا ابني. جين ما بيقتنعش بكلام المعلم اي بي وما بيمشيش، بيخش ورا البيت. فعشان يستفز المعلم اي بي قال له انت شكلك كده خايف مني. فتشينج بتطلع لانها سمعت الكلام وقالت له لو سمحت البيت ده مش للقتال، خدوا بعضكم كده وامشوا اطلعوا بره. فجين عايز يستفزهم اكتر فقال للمعلم اي بي انا سمعت ان اسلوب القتال اللي انت بتقاتل بيه اللي عملته لك واحده ست. فقال لتشينج انا مش هقتله انا ههزمه بس. طبعا كل الناس مش عاجبهم الكلام وبيقولوا للمعلم اي بي وبيهتفوا بيقولوا له يا ريت تتقاتل معاه. فتشينج قالت لاي بي وهي بتغمز له كده وقالت له ما تكسرش البيت، وبكده يكون اخذ الاذن من المدام. بيجي الشرطي ليه وبيقول لهم ايه التجمهر ده؟ فالمعلم اي بي بيقول له سيب ده وطلع للباقي كلهم بره. فالشرطي ليه بيهمس في ودن المعلم اي بي وبيقول له الناس كرامتهم اتبعترت رد اعتبارهم. فعلا الناس كلهم بيطلعوا بره وبيقفلوا الباب. المعلم اي بي بيقول له يلا اتفضل. بيهجم عليه جين بقوه، وبنشوف المعلم اي بي وهو بيصد ضربات جين ومش عاوز يضربه. طبعا المعلم اي بي بيبقى قوي جدا وما بيقدرش جين يسدد له ولا ضربه واحده، وما بيقدرش جين يلمسه اصلا، وبيكون المعلم اي بي اسرع واقوى من جين لحد ما جين بيبدا يتقاتل مع المعلم اي بي وبيكسر المزهريه اللي فيها الورد. فاي بي بيبص له، فجين قال له خلاص انا هدفع ثمنها، وبيرجعوا يتقاتلوا مع بعض تاني، وبرضه جين مش عارف يلمس المعلم اي بي. وفي حركه
حركه وهو بيحاول يضربه كسر الترابيزه، فبص له تاني المعلم اي بي، فجين قال له انا هدفع تمن دي كمان. وبيجي ابن المعلم اي بي وبيقول له امي بتقول لك لو طولت شويه ان شاء الله البيت مش هنلاقي فيه حاجه سليمه، فهجم عليه عشان نلاقي حته نقعد فيها. وبكده يكون المعلم اي بي اخد الاذن التاني عشان يبدا يخلص على جين. طبعا المعلم اي بي مسك جين وروق عليه، فكل ما جين ينضرب ويقع على الارض يقف من اول وجديد تاني ويحاول يقاتل المعلم اي بي. طبعا جين ما بيبقاش مصدق نفسه ان المعلم اي بي ضربه، فبيقوم يقتله تاني علشان المعلم اي بي يهجم عليه ويوقعه تاني. وهو بيحاول يتقاتل مع المعلم اي بي، فالمعلم اي بي بيضربه برجله بيوقعه على الارض وبيوجعه قوي. ملقاش جين غير السيف بتاعه ان يسحبه ويقاتل بيه المعلم اي بي، والمعلم اي بي ما كانش في ايده حاجه. وبرضه المعلم اي بي بيتفادى الضرب وبيسحب المعلم اي بي ريشه من المزهريه اللي جنبه وبيقاتل بيها جين وهو ماسك السيف. وكل ما جين يجي يضرب المعلم اي بي يتفادى الضربه ويضربه على جسمه مره وعلى وشه مره. وكل ما جين يهجم عليه برضه المعلم اي بي يصد الضربه ويضربه. وبيحاول جين انه يضرب المعلم اي بي تاني بالسيف، فبيقف المعلم اي بي وبيثبته بالعصايه، لان المعلم اي بي حاطط العصايه على عصب معين مش قادر جين يحرك دراعه. فحاول جين انه يهاجم المعلم اي بي بالدراع التاني لحد المعلم اي بي ما ضربه على ايده وخلاه يسيب السيف اللي فيه، ومسكه المعلم اي بي وهاتك يا ضرب بالريشه اللي في ايده. وقف المعلم اي بي وبعد ما اداله وروق عليه بالريشه اللي في ايده قال له ها عايز تاني؟ فاعترف جين بهزيمته من المعلم اي بي وقال له يا ابن الموضوع مش اسلوب قتال، المشكله في الشخص. خرج جين طبعا قدام الناس كلها وهو مدلدل ودانه ومكسوف منهم، فالناس كلها دخلت تشكر المعلم اي بي. بعد كده بنشوف المعلم اي بي ومراته تشينج وابنه وهم في السوق، والناس مبسوطه بيه جدا وكل الناس بتديله هدايا لانه رد اعتبار البلد اللي هم عايشين فيها. ولما رجع البيت لقى الناس كلها متجمعه قدام البيت عنده وبيحيوه وبيشكروه على اللي هو عمله، وكل الناس بتبقى عايزه بالمعلم اي بي انه يعلمهم اسلوبه في القتال. وبنشوف تشوان صديقه وهو بيقول له ابني هيكون عندك اول تلميذ في مدرستك. فقال لتشوان انت عارفني انا لا بحب يكون عندي تلاميذ ولا عندي مدرسه. وقف الشرطي ليه مع الناس كلها يهتفوا باسم المعلم اي بي. بعد كده بتعدي السنين وبتحتل اليابان الصين وبتنتشر المجاعه في الصين، وما بقاش في مكان في الصين الا والناس كلها بتعاني من المجاعه، والحياه بقت صعبه جدا في كل مكان في الصين. انتشر الجهل وانتشر الضعف والعمليه بقت تحت الصفر. وبنشوف اليابانيين وهم بيقتلوا اي حد بيلاقوه من الصينيين موجود في الشارع. بيوصلوا بعد سنه بالظبط لمدينه فوشان اللي عايش فيها المعلم اي بي، وفي طريقهم اليابانيين دمروا كل حاجه، المصانع والمدارس وكل شيء حتى البيوت. ومن كتر تسلط اليابانيين على الصينيين نزل عدد السكان في البلد دي من 300,000 ل 70,000 واحد بس. ده حتى القصر بتاع المعلم اي بي اخدوه عشان يكون مقر للقياده اليابانيه. طبعا اي بي بياخد تشينج وابنه وبيسيبوا القصر ده وبيبقوا مشردين وبيقعدوا في اي بيت كده والسلام زيهم زي باقي الصينيين، وبيبقى الاكل عندهم قليل جدا. ولما بتبص له تشينج فبيبتسم المعلم اي بي قال يعني مفيش مشكله. ولما بيكون لوحده بيبان عليه الزعل من الاحوال اللي حصلت والتدني اللي بقوا فيه ده. قعد يدور في حاجاته القيمه وممكن يعمل ايه، فلقى الساعه بتاعته اللي غاليه عليه قوي فاخدها عشان يروح يبيعها ويجيب بيها اكل. اشترى الرز وهو طالع من المحل فبيشوف صديقه تشوان، فتشوان اخده للمصنع اللي افتتحه. فاي بي بيقول له انت ايه اللي رجعك للبلد دي تاني؟ فقال له انت نسيت ان انا صرفت كل فلوسي على المصنع ده، وانت نسيت كمان ان انت شريك معايا بنسبه 10%. طبعا اي بي سمع الكلام وقال له معلش انا مستعجل دلوقتي ممكن امشي واسيبك ونتكلم بعدين. وبسرعه بيروح بيته عشان يديهم الرز عشان ياكلوا. وبنشوف اي بي وهو بينفخ في النار كده عشان يسوي الاكل. وطبعا عشان الظروف الوحشه اللي عايشها اي بي وتشينج وابنه فمراته بتتعب، فبيعمل لها شويه اكل كده وشوربه وبيشربها وهي مريضه. وطبعا الزوجه هي الزوجه فبتساله وبتقول له هو فاضل عندنا اكل قد ايه؟ ما بقاش عندنا حاجه عشان نبيعها عشان نجيب بيها اكل. فقال لها انت عارفه ان انا ما بحبش الشغل بس من بكره هبدا انزل وادور على شغل. تاني يوم بنشوفه هو بيسال الناس عن شغل بس برضه مش لاقي. بالصدفه هو ماشي في الشارع فلقى عربيه واحد واقف عليها وبياخد عمال لمنجم الفحم. بيبص لقى المعلم اي بي فشاور له قال له ايه اللي جايبك هنا؟ قال له انت محتاج عمال؟ قال له ايوه. قال له طب تعالى معايا. بالفعل بيروح المعلم اي بي يشتغل في المنجم وبيقابل هناك لين. فرح قوي لين لما شافه كل الناس لما شافوا المعلم اي
بي وهو شغال معاهم ومبسوطين بوجوده بينهم. فسأل لين هو ليه اغلب العمال هنا طلاب للفنون القتالية، فقال له لان صاحب الشغل بيحب القتال وبيحب الفنون القتالية. وبيجي وقت الغداء فبنشوف اي بي هو بيحش شوية اكل لزوجته وابنه، فلين قسم معاه الاكل لما شافه بيحط الاكل في جيبه. فسأله المعلم اي بي وقال له اخوك يوان فين؟ قال له من ساعة ما مشي وحصل اللي حصل انا ما شفتوش لحد دلوقتي، بصراحة انا دورت عليه كتير قوي عشان اعتذر له على اللي حصل مني بس ما لقيتوش. فلين بيدور على حاجة مش لاقيها، اتفاجئ ان الصندوق اللي كان معاه ضاع منه. فالمعلم اي بي بيسأله بيقول له انت بتدور على ايه؟ قال له ده صندوق معايا وكنت عاوز اديه لاخويا يوان. بعدها بنشوف شوية يابانيين وبيوصل معاهم ليه اللي بقى مترجم، واللي قال لهم بالصين ان العقيد الياباني عاوز شوية مقاتلين يتقاتل معاهم كتحدي، واللي هيفوز هياخد كيس رز. فلين وقف له وقال له انا هقاتل. فالمعلم اي بي بيقول له ارجع يا ابني بلاش تقاتل، الموضوع مش مستاهل قوي كده. فاي بي بص له وقال له لين خلي بالك من نفسك. لين بيوصل لمقر القتال وبيشوف المعلم ليه وهو بيقاتل طالب ياباني، وضربه المعلم ليه في النهايه واخد كيس الرز. وده بيكون القائد ميورا اللي عامل ساحه القتال دي، واللي وقف وسطهم وقال لهم اختاروا لي 3 من الصينيين عشان اثبت لكم ان القتال الياباني افضل من القتال الصيني. ليه راح للصينيين وقال لهم القائد ميورا عايز 3 يتقاتل معاهم، ولو كسبوا كل واحد فيهم هياخد كيس رز. بدأ القتال بين القائد ميورا وبين ال3 اللي من بينهم ليه، وكل ما يضربهم يقوموا تاني لحد ما القائد ميورا ضرب ليه انه وقعه على الارض، وبكده اعتبر القائد ميورا نفسه انه فاز عليهم. بس لين بيقوم مرة تانية وبيحاول يهجم على القائد ميورا. طبعا القائد ميورا بيبقى قوي جدا واقوى فعلا من لين واللي ضربه جامد جدا، وبيمسكه من رقبته وبيقول له استسلم احسن. فلين مش قابل انه يتهزم من القائد ميورا فتف على وشه، فراح مديله القائد ميورا ضربة خلصت عليه. بنروح لبيت المعلم اي بي وبنشوفه هو داخل وقاعد وسط مراته تشينج وابنه، واللي بيقول لها انا لقيت شغل في منجم فحم، واللي قال لها ان انا شفت لين النهارده. تاني يوم والمعلم اي بي في منجم الفحم وهو شغال بيلاقي الصندوق اللي لين كان بيدور عليه وكان عاوز يديه لاخوه يوان. ولما اتاخر لين ما شافوش بدا يسال المعلم اي بي كل العمال اللي موجودين حد شاف لين النهارده يا جماعه؟ قالوا له احنا ما شفناهوش وما جاش النهارده. بنشوف اليابانيين مره تانية مع ليه وهم جايين المصنع وهم عايزين مقاتلين يروحوا يقاتلوا هناك في الساحه عند القائد ميورا. بيروح المعلم اي بي يسال ليه وبيقول له هو لين فين وايه اللي حصل له. طبعا ليه بيطنش المعلم اي بي وما بيقولوش فيه ايه، وفضل يقول للعمال مين اللي عايز يقاتل يا جماعه وياخد كيس رز. فالمعلم اي بي اتغاظ من ليه وقال له خلاص انا هاجي معاكم من ضمن المقاتلين اللي رايحين. وشاف المعلم اي بي وهو بيقاتل وفاز على الطالب الياباني واخد كيس الرز بتاعه. المعلم ليه افتكر نفسه جامد وطلب انه يقاتل 3 من الطلاب اليابانيين ولو هزمهم هياخد 3 اكياس رز. فعلا بدأ القتال بين المعلم ليه وال3 طلاب واللي مسكوه روقوا عليه اخر روقان لحد في النهايه ما استسلم المعلم ليه وهو بياخد كيس الرز بتاعه فضربوه بالرصاص. وبينفعل المعلم اي بي جامد جدا واللي قعد يزعق ويقول ليه قتلوه هو ما عملش غير انه استسلم، ليه بتقتلوه؟ طلعوني لبره اتقاتل معاه. بنشوف القائد ميورا وهو بيزعق للمساعد بتاعه وبيقول له ليه انت قتلته ليه؟ دي ساحه قتال مش ساحه لضرب النار. فقال له ده اتهزم وكان المفروض ان احنا نقتله. قال له لو عملت كده تاني انا اللي هقتلك. وبينده المساعد على ليه وبيقول له جهز لي القتال اللي بعده. فالمعلم اي بي لسه منفعل فقال ليه انا اللي هخش القتال اللي جاي ده. وسأل المعلم اي بي ليه وقال له هو لين فضل يتقاتل وقتلوه كده برضه؟ طبعا ليه سكت ومرضيش يرد على المعلم اي بي. وقف المعلم اي بي على بساط القتال وطلب ان 10 من الطلاب اليابانيين يتقاتلوا معاه. كان المعلم اي بي منفعل جدا وقاعد يزعق وقال ليه قول لهم ان انا عايز اقاتل 10 من الطلاب اليابانيين. القائد ميورا واقف فوق وسامع حد بيزعق وكان باين على المعلم اي بي انه متضايق ومتعصب جدا. بدأ القتال بينه وبين الطلاب اليابانيين واللي كان بيمسكوا المعلم اي بي كان بيكسره وبيكسر عظمه ما بين ضرب وتكسير وتوقيع على الارض، واللي كان بيمسكه زي ما قلنا كده كان بيمسكه بيخلص عليه. ده غير تسديد اللكمات السريعه جدا واللي بيقع تحت ايده بينام من كتر الضرب وما بيقومش تاني لحد ما وصل عند الطالب التاسع واللي فضل يضرب فيه لحد ما وقع على الارض. ويخش الطالب العاشر عليه والاخير. دخل عليه الطالب العاشر وحاول انه يتقاتل مع المعلم اي بي لكن المعلم اي بي سدد له لكمات جامده جدا لحد ما خلص عليه ونيمه في الارض. طبعا الطلاب اليابانيين ما عجبهمش اللي عمله للمعلم اي بي وحاولوا انهم يهجموا عليه. بيقف القائد ميورا وبيقول لهم ارجعوا تاني. بيبص القائد ميورا للمعلم اي بي بنظره احترام ورموا 10 اكياس رز لان فعلا المعلم اي بي يستاهل 10 اكياس وقال له يا ريت تجي لي تاني عشان نتقاتل انا وانت. وترجم ليه الكلام بين القائد ميورا وبين اي بي. فاي بي بيقول له انا مش جاي هنا عشان الرز بتاعكم. وقبل ما يمشي اي بي سالوا القائد ميورا عن اسم. فالمعلم اي بي قال لي قول له ان انا مجرد مواطن
صيني، فليه كان خايف على المعلم اي بي وقال فعلا القائد ميورا اسمه اي بي مان، ومرضيش يقول لهم اللي هو قاله علشان ما يخلصوش عليه. وبنشوف المعلم اي بي هو بياخد الكيس بتاع المعلم ليو اللي عليه دمه ووداه لاولاده في بيته، وهو خارج من بيت المعلم اي بي شاف ليه المترجم واقف قدام البيت، فعاتبه وقال له انت ازاي تسمح لنفسك تشتغل مع اليابانيين، انت مش عارف انهم محتلين الصين، وراح ضربه بالقلم. فليه رد على المعلم اي بي وقال له انا مش خاين، انا مجرد مترجم بس، انا مش لاقي اكل، ده مجرد شغل بالنسبه لي. قال له لا انت خاين، انت كده شايف ان ولاد بلدك بينضربوا قدامك وبيموتوا وانت ما بتعملش حاجه. وبيسيبوا المعلم اي بي وبيمشي. وبنشوف المعلم اي بي هو ماشي في شوارع بلده وهو حزين من كتر اللي جرالها من الحرب واللي داير فيها، وكل ما يمشي في شارع يلاقي جنود اليابانيين المحتلين لبلده، وكأن البلد دي بقت بلد اشباح مش بلد بني ادمين. وبيرجع اي بي البيت وبيديهم الاكل اللي كان بيشيله هو في منجم الفحم علشان تاكلوا تشينج وابنه في البيت، وسابهم بعد كده وقعد لوحده وهو حزين. وبتخرج وراه مراته تشينج واللي خدت بالها وهو قاعد كده ان ايده كانت مصابه وقعدت تعالجها، فبتقول له مالك؟ فقال لها انا حزين من اللي بيحصل، العالم ماله قاسي قوي كده ليه؟ هو احنا ايه اللي بيجرى لنا ده؟ فقالت له احنا نشكر ربنا ان احنا موجودين انت وانا وابنك مع بعض واننا لسه عايشين. تاني يوم بنشوف جين وهو ناصب كمين لعربيه المصنع بتاعت تشوان واللي بيبقى من رجالته يوان اخو لين. جين اخد العربيه وراح لتشوان المصنع وقال له لو عايز بضاعه اشتريها مني، بلطجه يعني. حاول ابن تشوان انه يمنع جين من الكلام ده ويسترد البضاعه بتاعتهم، لكن جين ما رحموش وضربه، وضرب كمان تشوان. بسرعه ابن تشوان جري على بيت المعلم اي بي لانه عارف هو ساكن فين، وقال له الحقني والحق ابويا تشوان، جين جه وضربنا كلنا واخد البضاعه بتاعتنا. جين فضل يضرب في تشوان عشان يطلع منه اي فلوس لكن ما لقاش معاه وسابهم ومشي، وقال له هو ماشي انا هسيبك بس هرجع لك تاني عشان اخد فلوس. بيوصل فعلا المعلم اي بي للمصنع لكن ما بيلاقيش جين ولا حد من رجالته، واللي بيلاقي المصنع متبهدل وتشين مضروب هو وابنه وشويه من اللي موجودين. فتشوان وابنه كل اللي موجودين في المصنع قالوا له يا ريت تعلمنا اسلوب القتال ده عشان نقدر ندافع عن نفسنا ضد اي اعتداء يجي علينا. اقتنع المعلم اي بي بفكره تشوان والناس اللي موجوده وبدا يعلمهم اساليب القتال واسلوب الدفاع عن النفس، يدربهم كل يوم لحد مستواهم ما بقى كويس. استغرب القائد ميورا من عدم حضور المعلم اي بي للقتال مره تانية وسال عليه المترجم ليه هو فين اي بي، وقال القائد ميورا للمساعد بتاعه وللمترجم ليه تقبوا وتغطسوا وتجيبوا للراجل ده من تحت تقاطيع الارض. طبعا المساعد بتاع القائد ميورا فضل يضرب في ليه عشان يعرف مكانه فين وليه مش عاوز يقول لهم. بنشوف اي بي بعد كده هو في بيته وهو بيلعب مع العيال الصغيره وبيوصل ليه وهو مضروب، ومن كتر الضغط على ليه شاف اليابانيين وهم داخلين على بيته ابنه بيلعب مع المساعد بتاع القائد ميورا بالمسدس، فبسرعه بيجري المعلم اي بي وبياخد ابنه ويدخله جوه. طبعا المساعد بتاع القائد ميورا مبصبصاته وعينه زايغه، بيشوف مرات المعلم اي بي فبيحاول يطلع لها فوق، فبسرعه المعلم اي بي بيروح واكله رجله موقعه على الارض، وبعدها مسكه وروق عليه هو وكل الجنود اللي كانوا معاه. وبعد ما ضربهم حس بالمشكله الكبيره اللي هتحصل له، فليه قال له انت لازم تختفي من هنا. بسرعه المعلم اي بي خد تشينج مراته وابنه وسابوا البيت ومشوا. عرف القائد ميورا ان ليه ساعد المعلم اي بي انه يهرب ويسيب المكان اللي هو فيه، وكمان انه ما جابوش ليه. وفضل المساعد بتاع القائد ميورا يضرب في ليه لحد ما شلفطه وقال له تطلع تنزل لازم تجيب للمعلم اي بي وتعرفني هو فين. بنشوف ليه وهو رايح لبيت المعلم اي بي وهو بيديهم هدوم واكل، فاي بي بيشكره بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي. اي بي بعد كده بيكلم تشينج مراته بيقول لها احنا مش هنعرف نعيش هنا، احنا لازم نهرب على هونج كونج، انا ليا معارف واصدقاء هناك في هونج كونج، ولو جرالي اي حاجه هنا خدي بعضك انت والولد وروحوا هناك. بعدها جيم بيروح المصنع علشان ياخد الفلوس اللي قال تشوان عليها، فبيتفاجئ ان كل اللي في المصنع بيقتلوه بطريقه قويه جدا، وبيبدا كل اللي شغالين في المصنع يتقاتلوا مع العصابه اللي مع جين وبيضربوهم ويدوهم الطريحه التمام. وبيوصل المعلم اي بي والقتال حامي جدا واللي بيقول لهم كفايه كده ستوب. فجيم بيبرر كلامه للمعلم اي بي وبيقول له انت ما خلتنيش اعمل المدرسه للفنون القتاليه اكل منها عيش. وجين قال لكل اللي موجودين البلطجيه والحراميه اللي معاه كله يهجم على المعلم اي بي واضربه. بالفعل كلهم طلعوا الاسلحه اللي معاهم وبدا يهجموا على المعلم اي بي، بس المعلم اي بي بيصد ضرباتهم كلهم وبيكسر عظمهم وكل اللي بيجي ناحيته بيروق عليه. فخلص على كل اللي موجودين مع جين لحد ما جين بيمسك عصاه وبيبدا يهجم على المعلم اي بي، وحاول انه يضرب المعلم اي بي بس ما قدرش حتى يلمسه. والمعلم اي بي مسك جين وروق عليه وضربه بالعصايه. وقف جين وطلب من يوان انه يهجم على المعلم اي بي. اتردد يوان في الاول لكن اي بي شاور له كده
كده بالراحة وقال له بلاش انت يا يوان. لكن جين ويوان بالفعل هجموا على المعلم اي بي وحاولوا انهم يضربوه، لكن مسكهم وضربهم وروق عليهم واداهم العلقة المتينة هما الاثنين. حاول يوان وجين انهم يتفرقوا يضربوه كل واحد من ناحية، لكن المعلم اي بي كان قوي جدا وفهم الموضوع وضربهم تاني. وبعد ما ضرب الاثنين يوان زعل من نفسه وخرج بره المصنع. راح المعلم اي بي وراه عشان يعاتبه ويقول له ايه اللي انت عملته ده، وليه واقف مع جين وبتسرق ليه؟ اخوك فضل يدور عليك طول الوقت ده علشان يديك العلبة دي. فتح يوان العلبة اللي كان اخوه شايلها له، ولما شاف الطيارة موجودة في العلبة بكى بحرقة على اخوه اللي مات بسببه. بنشوف ليه وهو جاي لبيت المعلم اي بي وهو بيجري وبينهج وبيقول له اليابانيين عرفوا انك كنت في المصنع، اختفي اوعى تروح المصنع تاني. وبنشوف المعلم اي بي هو بيغطي اسرته كانه بيودعهم، وبيعرف ان اليابانيين في المصنع فبيروح لهم بسرعة وبيقول لهم دول ما لهمش ذنب، لو عاوزين حد خدوني انا. وقال لي ليه ترجم لهم الكلام ده. وبنشوف المساعد بتاع القائد ميورا وهو بيوجه مسدس ناحية المعلم اي بي وعاوز يموته، بس القائد ميورا بيجي وبيقول له تاني انت تاني. وبيتكلم القائد ميورا مع المعلم اي بي وبيقول له انا عارف ان انت عندك اساليب قتالية جميلة جدا، يا ريت كل اليابانيين يستفيدوا من القتال بتاعك وتعلمهم لنا، وبكده هتثبت ولائك لليابان وبكده هتعيش كويس. فكر كويس، وزي ما قلت لك لو علمت اليابانيين اساليب القتال الصينية دي انا هسيبك تعيش انت واسرتك. ليه بيترجم له الكلام اللي قاله القائد ميورا. فالمعلم اي بي قال له مستحيل ان اعمل كده. فالمعلم اي بي قال لي ليه قول له لو عايز قتال فعلا يقاتلني هو، لان انا مش هعلم حد. فميورا بيعرف من ليه وبطريقه كلامه وبترجمته ان المعلم اي بي بيتحداه هو شخصيا. اليابانيين وهم واخدين المعلم اي بي فبينادى على تشوان وبيقول له خد عيلته وهربهم لهونج كونج. والمعلم اي بي مسجون عند اليابانيين. القائد ميورا بياخد الاكل بيروح للمعلم اي بي وبيقول له ها ما فكرتش تعلم اليابانيين؟ واللي قال له بلاش عنده علم اليابانيين احسن. طبعا المعلم اي بي مرضيش ياكل من الاكل اللي قدمه ليه القائد ميورا، معنى ذلك انه عنيد ومش هيعلم حد من الطلاب اليابانيين وهيتحدى القائد ميورا. بعدها بنشوف تشوان وهو واخد شينج ابن المعلم اي بي وعايز يوديهم لهونج كونج، وتشينج بتبكي طبعا لانها سايبه جوزها اي بي مان لوحده، وترجت تشوان انه يرجعها تاني لانها حاسه ان اخر مره دي هتشوف فيها جوزها المعلم اي بي. بنشوف القائد ميورا وهو جاهز لقتال المعلم اي بي وقاعد في الحلبة مستنيه، والناس كلها بتبقى متجمعة عشان يشوف القتال والتحدي اللي هيحصل بين المعلم اي بي والقائد ميورا الياباني. بيجي المعلم اي بي وهو في الطريق وبيفتكر المساعد بتاع القائد ميورا وهو بيهدده وبيقول له لو فزت على القائد ميورا انا هقتلك. المعلم اي بي في قرارة نفسه انسان وطني وبيحب بلاده وعارف انه هيهزم القائد ميورا. بيوصل المعلم اي بي فعلا لحلبة القتال وبيبدأ القتال بينه وبين القائد ميورا، وبيهجم القائد ميورا عليه لانه فعلا جسمه قوي جدا وبيحاول يضرب المعلم اي بي. وفي ظل الضربات اللي بيسددها القائد ميورا للمعلم اي بي لكن بيديله ضربه وبيبدا يشمر ايديه وبيبدا يهجم على القائد ميورا. ولما حاول المعلم اي بي انه يتفادى الضربات فرجع لورا كان هيقع، مسك في القائد ميورا ورجع تاني للحلبه مره تانية، وفضلوا يتقاتلوا مع بعض، ده يضرب ضربه وده يضرب ضربه، وفضل يقاتل المعلم اي بي القائد ميورا وفضل يسدد له ضربات، وبيبان قدام الناس كلها ان المعلم اي بي اقوى من القائد ميورا، لحد ما مسكوا القائد ميورا وقلبوا الناحيه الثانيه وحاول ان هو يضربه يوقعه من فوق الحلبه لانه بكده هيهزمه. فرجع المعلم اي بي تاني بحركه كده وضرب القائد ميورا ورجع لوسط الحلبه وفضل يضرب في القائد ميورا. بيلاحظ المترجم ليه المساعد بتاع القائد ميورا وهو حاطط ايده على المسدس. بعد كده بيجي المعلم اي بي وهو بيضرب القائد ميورا في وشه وبيحاول القائد ميورا ان يضربه برجله فبيروح ضربه برجله كسرها له. في اللحظه دي بتوصل عيله المعلم اي بي وهو شغال طحن في القائد ميورا. تشينج مراته شافته وهو ماسك المعلم ميورا وشغال فيه ضرب، وبيفتكر كل الحركات اللي اتدرب عليها على الشاخص ده في البيت زمان، فكان بيطبق كل حركه اتعلمها على جسم القائد ميورا. ومرضيش اي بي يضربه ويقتله واكتفى بس انه ضربه وكسر عظمه ووقع على الارض. فرح كل الناس الصينيين اللي موجودين وهتفوا باسم المعلم اي بي. بيبص كده لقى عيلته واقفه وسط الناس. فعلا المساعد بتاع القائد ميورا بينفذ كلامه وبيروح واقف وضارب المعلم اي بي بالنار. المعلم اي بي اخذ الطلقه ومن قوتها وقع على الارض وسط الناس. ومن حبهم للمعلم اي بي انتفض الشعب الصيني ضد الاحتلال الياباني وكلهم بدأوا يضربوا في الجنود اليابانيين.
مهم، وبنشوف المترجم ليه هو ماسك المساعد بتاع القائد ميورا واللي بيخلص عليه بنفس المسدس اللي ضرب بيه المعلم اي بي. بنشوف تشوان وكل الناس اللي بتحب المعلم اي بي وهم حواليه وبيحاولوا يفوقوا، واللي بياخدهم بعد كده وبيهرب بيهم لهونج كونج. وبنشوف ان المعلم اي بي ما ماتش، لكن هو مصاب بالطلق الناري ده. وبعد فترة من الانتفاضة وبعد كام سنة اليابان بتسيب الصين وبينهوا الاحتلال، وبعدها بالفعل بيقدر المعلم اي بي انه يستقر هو وعيلته في هونج كونج، وفضل يعلم ناس كتيرة جدا في هونج كونج لدرجة انه وصل الطلاب لآلاف من الناس، وكان من ضمن الطلاب بتوعه. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.